يكتب عربي، دي الطريقه الوحيده اللي تقدر تخلي البرنامج يبدا يكتب عربي معاك بالشكل ده. طيب انا دلوقتي عايز اعدل في الستايل بتاعي شويه، عايز اغير في الكلام، عايز اعمل اي حاجه، عايز اسجل للحاجات دي بقى كي فريم بوزيشن وسكيل وكل الحاجات دي كلها. اقدر اعمل ده ازاي؟ تعالوا نشوف واحده واحده. انا دلوقتي عايز اتحكم في الحاجات دي كلها. بعد ما اخلص كتابتي واقسمها واقسم الزمن وكل حاجه، ابدا احدد الكلام ده كله. اجي عند جرافيك واقول له حول لي ده بقى كده، الكابشن ده لجرافيك. هلاقي ان هو بدا يحوله لي وينزله لي في في 1. لو انتم مركزين، الاول كان فين؟ في لاير لوحده، اول مره نشوفه اهو، اسمه سي 1، ده اسمه كابشن. لما عملته كده ظهر معايا، جاب لي خصائص التكست العاديه بقى في الافكت كنترول. اقدر اجيبه يمين شمال فوق تحت بقى، اعمل فيه اللي هو عايزه كانه تكست طبيعي بالشكل ده. واقدر برضو عادي اغير فيه، مفيش اي حاجه. بس لما عملت كده قدرت اتحكم في الافكت كنترول بكل سهوله. اقدر بقى اسجل بقى اللي انا عايزه، بقى اسجل مثلا بوزيشن سكيل، كل اللي انا عايزه. طيب انا دلوقتي الموضوع عندي بالشكل ده كده. طيب انا عايز اعمل الفيديو. فاكرين الفيديو اللي انا قلت لكم بتاع الكابشن، اللي هو المربع الازرق اللي بيمشي واحده واحده؟ عشان تعملها هنا دي لازم تعمل مانوال. تعمل مانوال ازاي؟ هاجي بقى اسمع جمل، فانا كده ما تستغربش قوم قاطع، لان او الاخلاقيات مثلا بالشكل ده كده. فانا كده بدات اقطع كل جمله، وبسمع واقطع كل جمله، واجيب شيب عادي واقوم راسم مربع بالشكل ده. اغير مثلا لونه على حسب بقى لون البراند بتاعي او اي حاجه. انا من هنا اهو، واقدر عمال بزوم ان كده، دوس عليه كليكين، اخليه راوند شويه واسحبه بالشكل ده. فده اللاير، وابدا اعمل الموضوع انا بقى واحده واحده. بس طبعا اللاير ده يكون فين؟ يكون تحت الكلام بالشكل ده.